سنة تانية إعدادي، مادة العلوم الترم الأول. بنكمل حل في كتاب الامتحان 2023. دي صفحة 297. هنكمل حل أسئلة كتاب الامتحان على الدرس الأخير في المنهج، درس الانقراض. وصلنا لسؤال 14 وجبنا الأسئلة محلولة. 1. الشكل المقابل يمثل حيوان بري. ما الذي يمثله؟ ما اسم الكائن الذي يمثله الشكل ده؟ الماموس. الماموس. هل هو منقرض أم مهدد بالانقراض؟ طبعا الماموس انقرض في العصور القديمة، إذا هو منقرض، مع ذكر الأسباب التي أدت لذلك. في الدرس ذكر لي أسباب الانقراض في العصور القديمة وأسباب الانقراض في العصر الحديث. هنا الماموس انقرض في العصور القديمة، فهنكتب أسباب الانقراض الأنواع في العصور القديمة 4 أنواع، 4 أسباب. 1. الحركات الأرضية العنيفة. 2. الغازات السامة المنبعثة من البراكين. 3. حلول عصر جليدي طويل. 4. اصطدام النيازك بالأرض. من الشكلين المقابلين، ما اسم الكائن الذي يمثله كل شكل؟ ده الخرتيت أو وحيد القرن، رقم 1. رقم 2 الكواجة. أيهما منقرض وأيهما مهدد بالانقراض؟ الخرتيت أو وحيد القرن ده مهدد بالانقراض، أما الكواجة ده منقرض. من الأشكال التالية: 1. ما اسم الكائن الذي يمثله كل شكل؟ 1 ده طائر الدودو. 2 طائر أبو منجل. 3 النسر الأصلع. اذكر أهم ما يميز كل من الكائنين 1 و3. 1 ده طائر الدودو، اللي كان بيميزه إن هو من الطيور التي لا تطير لصغر أجنحته، كان بيتميز بصغر أجنحته وكسر أرجله. 3 اللي هو النسر الأصلع، اللي بيميزه رأسه مغطى بريش أبيض، فيبدو من بعيد وكأنه أصلع، لذلك سمي بالنسر الأصلع. أي منهما منقرض وأيهما مهدد بالانقراض؟ طائر الدودو منقرض، النسر الأصلع مهدد بالانقراض، طائر أبو منجل مهدد بالانقراض. شكلين المقابلين، ما اسم الكائن الذي يمثله كل شكل؟ 1 ده الدب الرمادي. 2 ده دب الباندا. اذكر اسم وموقع المحمية التي تهتم بالمحافظة على كل منهما. طبعا الاتنين مهددين بالانقراض، لذلك يتم حمايتهم في المحميات الطبيعية. دب الباندا ده بيتم حمايته في محمية الباندا، مكانها شمال غرب الصين. الدب الرمادي بيتم حمايته في محمية بلوستون، ودي بالولايات المتحدة الأمريكية. الشكل الذي أمامك يمثل سلسلة غذائية بسيطة. هنا في السلسلة الغذائية الجراد بيتغذى على الحشائش، الضفادع بتتغذى على الجراد، الثعبان بيتغذى على الضفادع، البوم بيتغذى على الثعبان. دي اسمها سلسلة غذائية، ودي سلسلة غذائية برية. ماذا يحدث عند 1 غياب النبات الأخضر؟ الجراد بيتغذى على النبات الأخضر، فلو النبات الأخضر مش موجود الجراد يموت جوعا، بالتالي الضفادع تموت جوعا، بالتالي الثعبان يموت جوعا، فكل السلسلة بتتأثر بغياب النبات الأخضر، لأنه الكائن الحي المنتج الوحيد. الإجابة موت الجراد جوعا، وبالتالي موت الضفادع والثعابين والبوم جوعا، أو موت الجراد جوعا، مما يؤثر على باقي أفراد السلسلة الغذائية. غياب البوم، هيحدث ايه في حالة غياب أو انقراض البوم؟ البوم بيتغذى على الثعابين، فلو غابت
عدد الثعابين بيزيد. لما عدد الثعابين بيزيد فبتقضي على الضفادع. الإجابة: يزداد عدد الثعابين فتقضي على الضفادع. يحدث في حالة غياب الثعابين. الثعابين بتتغذى على الضفادع، فلو غابت الثعابين عدد الضفادع بيزيد. لو عدد الضفادع زاد فبيقضي على الجراد. الإجابة: موت البوم جوعا، وبالتالي وعدد الضفادع بيزيد فبيقضي على الجراد. معنى كده أي كائن حي ينقرض أو يغيب من السلسلة بيؤثر على ما قبله في السلسلة وعلى ما بعده في السلسلة الغذائية. آخر سؤال هنحله في الفيديو: الشكلين المقابلان يمثلان نظامين بيئيين مختلفين، أيهما يتميز بما يأتي؟ 1. كثرة عدد الأنواع فيه، ده النظام البيئي المركب. النظام البيئي المركب اللي هو الغابة الاستوائية رقم 1. قدرته على المحافظة على استمرار واتزان سلسلته الغذائية عند غياب أحد الأنواع المتواجدة فيه. معنى كده إن هو لا يتأثر كثيرا. اللي لا يتأثر كثيرا النظام البيئي المركب اللي هو الغابة الاستوائية برضو رقم 1. نظام بيئي بسيط ده الصحراء اللي هي رقم 2. الفيديو الجاي هنكمل حل الأسئلة، ولكي يصلك إشعار بالفيديو الجديد اشترك في القناة وفعل الجرس.